أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة وبرنامج أبطال التحدي. النهاردة إن شاء الله آخر حلقة في عام 2025، وطبعا دي كده السنة ال15. بداية برنامج أبطال التحدي كانت من 2010، وطبعا أنا بشكر كافة القائمين على البرنامج بقيادة طبعا المبدع المخرج عماد عبد المنصف اللي متواجد معانا. وبأمانة يعني إذا كان عماد أو عليان أو أحمد سمير أو كل المصورين، يعني مش عايز أنسى أي حد، لكن كل مجموعة، وكريم طبعا ومدحت، فكل الناس اللي موجودين دول بأمانة بيشتغلوا بصدق، بأمانة، بإخلاص، لا يكلوا لا يملوا. أي تغطية تخص رياضات ذوي الإعاقة وأي بطولة بيغطوها، إذا كان داخل القاهرة أو إذا كنت بسافر ببعت لهم بعض اللقاءات بيمنتجوها، والناس دي بتشتغل عن صدق وعن إخلاص. فتحية واجبة مني للمجموعة اللي خلف الكاميرا، مجموعة برنامج أبطال التحدي. إن برنامج أبطال التحدي ليس رياضي فقط، بل رياضي واجتماعي. وحضرتك تفتكروا إن في رمضان كنا بنعمل فقرة اسمها فقرة شاشة خير، والفقرة دي كنا يعني أي حد من ذوي الإعاقة محتاج عنده مشكلة أو محتاج أي دعم، كان يبعت لنا فيديو عليه رقم تليفونه، على أساس إحنا ربنا مدينا نعمة، ربنا مدينا نعمة شاشة. الشاشة دي ناس كتيرة بتشوفها، ففي ناس كتيرة بيتفرجوا علينا. فلما أعرض حاجة إنسانية لرياضي أو من أي حد من ذوي الإعاقة وأعرضها وأنزل رقم تليفونه، أكيد هيكون هناك ناس كتيرة شايفة الحلقة ومتواصلوا ويتواصلوا مع صاحب المشكلة بطريقة ليس لنا دخل بيها، على أساس بتبقى صدقة جارية ما بين فاعل الخير وبين اللاعب أو الشخص أو من ذوي الإعاقة اللي محتاج، على أساس يبقى. وبعدين الحلقة بتنزل على اليوتيوب، فأكيد في ناس كتيرة بيتفرجوا. فأنا لا أعرف مين إدى مين ولا أي حد يعرف ليه، بتبقى دي صدقة جارية خفية، ودي جزاها عند ربنا كبير. ويا رب دايما أي حد عنده كاميرا، عنده نافذة على الناس إنها تقدر تساعد أي حد قدامه. وخلاص احنا الوقت كل سنة ما تعرفش السنة الجاية يعني هنكون موجودين ولا لأ، هل آخر سنة أو آخر أسبوع من السنة هنكون موجودين ولا لأ. الواحد ما يعرفش عمره إيه. فدي بتبقى الإنسان سيرة. زي ما قلنا الإنسان سيرة، إحنا عندنا شخصية سيرته عطرة، يعني بننعي الدكتور علي السعداني. الدكتور علي السعداني كان رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وأيضا كان مكتشف الأبطال البارالمبيين، لأنه كان مدرب منتخب مصر من سنة 88 و92 وأتلانتا. كان وادي معانا مع متولي مطحنة وأحمد جمعة ومصطفى فضلون وشريف عبد المنعم، شريف الحسيني وشعبان. يعني هو صاحب الجيل الكبير والتاريخ الكبير لذوي الإعاقة والتاريخ الذهبي. كانت بعثة مصر في الثمانينات والتسعينات، وكانت تروح أي بطولة يرجعوا بإنجاز مشرف، وإن مصر تبقى مش الأولى بس ذهب، لا ده الأولى على العالم كمجموع عدد الميداليات الذهبية. فالله يرحمه يعني افتقدناه، اللجنة البارالمبية المصرية، اللاعبين افتقدوا القدوة. رجل كان لا يهاب كلمة الحق، كان قوي الشخصية، كان بيتكلم، كان فاهم. كان طبعا وكيل وزارة في مديرية في وزارة الشباب والرياضة، وكان دكتور فاهم وواعي هو بيقول ايه. لما بقى رئيس لجنة بارالمبية كان في انجازات كبيرة جدا في ايامه. فزي ما بقول لحضراتكم الانسان سيرة.
فرحم الله الدكتور علي السعداني. وبأمانة يعني كل الرياضيين بصفة عامة، البارالمبيين وبصفة خاصة أبطال رفع الأثقال اللي يعني مرنهم أو يعرفوه شخصيا، هي طبعا وتعامل معاهم، فطبعا كان ليهم يعني لما عرفوا خبر الوفاة كان تأثير صادم. لكن هي دي الحياة، وربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه ويصبر أهله إن شاء الله. وزي ما قلت لحضراتكم اللجنة البارالمبية أو الرياضة المصرية فقدت شخصية قوية من ذوي الإعاقة قيادية، وهو الدكتور الله يرحمه علي السعداني. النهاردة حلقتنا أعزائي المشاهدين هيكون معانا بالصدفة هنتكلم عن رفع الأثقال، وأيضا هيكون معانا بطلة في الجزء الأولاني وبطل في الجزء الثاني من الناشئين. لكن بطلتنا اللي في الجزء الأولاني كانت اتعاملت مع الدكتور علي السعداني، وبطلة كبيرة وبطلة عالم في رفع الأثقال في أولمبيا، في بطولة العالم اللي كانت في المجر. ويعني وهي حاليا بعد ما بطلت لظروف الإصابة اتصابت طبعا، وبقت مدربة حاليا في نادي الحرية بورسعيد. بطلتنا النهاردة أعزائي المشاهدين النجمة العالمية الكابتن رحاب وفا. ازيك يا رحاب؟ ازي حضرتك؟ اولا البقاء لله. البقاء لله. وانا بحب اعزي اللجنه البارالمبيه وكل لاعبي رفع الاثقال، عشان احنا بجد الكابتن علي السعداني الله يرحمه كان حاجه كبيره، وهو زي ما بيقولوا صانع الابطال. كان انا ما اتعاملتش معاه كتير، بس كان اول معسكر ليا في حياتي كان على يده، فتعلمت منه حاجات كتيره جدا. يعني كنت بلعب وبادئه، بس اول ما دخلت المعسكر واتعاملت مع الكابتن علي يعرفني يعني ايه حديد، وان انا ابقى ازاي واثقه في نفسي، وازاي ابقى واثقه في الحديد. والحديد ده على قد ما هو جماد وما عندوش عقل، بس بيحس باللي قدامه ان كان فعلا بيلعب بحب ولا بيلعب تأدية وخلاص، او هو عنده طموح ولا هو ما عندوش طموح، هو بيديله اللي هو عايزه. فالله يرحمه ويحسن اليه ويجعلنا سوى الجنه. وبعزي اللجنه البارالمبيه وجميع اعضاء لاعبي رفع الاثقال. يعني كنت بتسمع عنه ايه تاني؟ يعني ايه يعني لو في كان مواقف كده حصلت او مع زميلاتك؟ انت اكيد زميلاتك كتيره او زملائك. كان في مواقف كتيره ليه حلوه. يعني انا كنت اول ما رحت اول معسكر ليا، وكانت اياميها الكابتن فاطمه عمر كانت لاعبه والكابتن ناديه فكانوا بيحكوا لي عليه ان هو يعني كان في الاول خالص كان يعني قبل بكين ده كان اللعيبه بتلعب بشعرها، كان ساعة اللعب لازم تبقى بشعرك، ما ينفعش تلبس طرحه والكلام، ما كانش فيه الحجاب. فهو كان في التمرين يقعد يدلعهم معرفش عشان لما يجوا يقلعوا الحجاب ما يبقوش خايفين. بس في ناس وقت تلعب لو تيجي تقلع بقى الحجاب وتقعد يشخط فيها ويزعق او لا، وخلاص انت لعبتي انت محجبه انت، يرجعها تاني. فكان بيحس قوي على الموضوع ده، فكان يديهم الروح الاول الثقه عشان يلعبوا، وبعد كده لا رجعي انت محجبه هو كان من الشخصيات القويه. ايوه جدا. وهو اللي بقول لك علمني يعني ايه رفع اثقال بجد، وان هو انا احب الحديد واتعامل معاه بحب. لا وبعدين كمان كان في جيله في البدايات ناس ابطال يعني كبار، وان يسيطر عليهم. أيوة. احمد جمعه، طارق منير، اسماعيل عبد الحافظ، شريف الحسيني، مصطفى فضلون، شعبان، يعني ناس هم اللي بدأوا اللعبه. فان دول يبقى مسيطر عليهم وفضل معاهم فتره طويله، وهم زي ما حضرتك بتقول يعني كانوا ابطال وهو مسيطر عليهم لاخر وقت يعني، ولغايه الان هو مسيطر علينا كلنا الله يرحمه. يعني كان من يعني احنا كل اللي هو حبا عليه بيحافظ عليهم، على خطاه بيحافظ يعني عليهم. هو كل بيمشي على خطى الكابتن علي السعداني الله يرحمه. طيب على العموم الله يرحمه. عايزين بقى يعني نرجع بقى زمان ونتعرف على الكابتن رحاب وفا. انا رحاب وفا من بورسعيد،
ولاعبة رفع الأثقال نادي الحرية بورسعيد، ولاعبة منتخب مصر رفع الأثقال سابقا. وحاليا أنا عضو مجلس إدارة في نادي الحرية، وماسك واتجهت للتدريب بعد الإصابة اللي حصلت لي. طيب بدأت الرياضة إمتى، وكان مين اللي بيساعدك في البدايات؟ وأنا بدأت الرياضة من 2000 يعني من 98. في البداية كان في حاليا المراكز المشاريع. فأنا كانت ماما الله يرحمها هي اللي بتوديني المدرسة، وأنا كنت في الإعدادي، تانية إعدادي. ففي واحدة أعرفها اسمها كابتن فاطمة محرم. كابتن فاطمة محرم دي هي مامتنا كلنا دي نجمة بورسعيد في تنس الطاولة. في تنس الطاولة. فهي لما شافت ماما بتوديني، هي قالت لها انت ازاي بتشيليها وتوديها، تخليها تعتمد على نفسها وهي اللي تروح وتيجي. انا ما كنتش بعرف اروح في اي حته ولا يعني ما كانش فيه كراسي، كانت مامتك بتشيلك صغيره زمان تشيلك وتوديني توديني المدرسه وترجع تاني تاخدني. وانا كنت في الاعدادي وكنت بتحرك بالعكاز، فانا كانت تخاف عليا، فلازم هي توديني وتجيبني. كانش فيه كراسي بقى ولا حاجه من دي. فهي بقى قالت لها لا، خليها تعتمد على نفسها وهي اللي تروح. وبعدين في حاجه اسمها رياضه، وتيجي تلعب رياضه وتيجي المركز عندنا وتعتمد على نفسها بس. فماما بقى بدأت الله يرحمها توديني واحدة واحدة لغاية ما لقيتني حابة الموضوع، فقالت خلاص بقى هسيبها. فقعدت شوية، وبعد كده لما خدت بقى خلصت الإعدادية ودخلت اتجهت للثانوي، كنت ثانوي تجاري، فبعدت شوية عنه. وبعد كده المركز ده بيبقى لسن معين، وبعد كده لما بتعدي سن معين فبتروح بقى ايه نادي الحرية للمعاقين. فبدأت بقى اروح نادي الحرية. واول حاجة بقى اللي انا لما دخلت رفع الاثقال انا حبيتها جدا. يعني كنت الاول بلعب تنس او عايزه العب تنس اللي هي لعبه بسيطه. لعبت تنس عشان فاطمه هي اللي قالت أيوة، اكيد فاطمه. وكنا في المركز اللي هو ايه بنلعب كل الالعاب. فانا كان يوم تمرينة رفع الاثقال انا كنت بغيب، ما كنتش بحب اروح. كنت تروح مع فاطمه بقى؟ انا اروح مع فاطمه والعب تنس. انا كان نفسي ابقى زيها كده، اللي انا العب، وكنت حابه التنس جدا. بس لما رجعت بقى رحت نادي الحريه، وبدا بقى اللي احنا ندخل الرياضه بجد. فانا لقيت نفسي في رفع الاثقال، فانا اتجهت بقى لرفع الاثقال واحده واحده لغايه انا بقى حبيتها وما عرفتش اسيبها تاني بقى خلاص. طب انت دخلتي رفع الاثقال، لقيتي حد بيلعب، او في مثلا كان في ابطال من ذوي الاعاقه كانوا نجوم، فعشان كده قلتي انا العب رفع اثقال؟ هو اكيد يعني انا كنت اول واحد اتعرفت عليه وكنت اعرفه كان كابتن ياسر لبيب. فانا الكابتن ياسر لبيب ده انا كنت اتفرج عليه وهو بيلعب اول ما رحت في نادي الحريه. في نادي الحريه كان كابتن ياسر وكابتن محمد ماهر وكابتن عادل عبد الحميد، بس كان المدرب ساعتها كابتن ايمن القطاوي. فهو الكابتن ايمن بقى اول ما شافني قال لي انت هتلعبي رفع اثقال. قلت له انا عايزه العب تنس. قال لي لا انت هتلعبي رفع اثقال. فاول ما رحت انا كنت البنت الوحيده اللي لسه موجوده، يعني ايه كان في بنات بس هم معظمهم بيلعبوا في بورسعيد عموما. معظم البنات اللي كانت موجوده بيلعبوا اساسا تنس. بس كان المفروض كان الاول ممكن تجمع بين اللعبتين، وبعد كده لما اختاروا التنس. ففضلت انا البنت الوحيده اللي بلعب رفع اثقال في بورسعيد. يعني انا قعدت امثل بورسعيد في رفع الاثقال من 2002 لغايه ما بطلت في 2019، وانا البنت الوحيده اللي بتلعب رفع اثقال. انا البنت الوحيده اللي بتلعب رفع اثقال في بورسعيد. لا رحاب وقفه معروفه. ايمن بقى هو اللي شجعني، وبعد كده بقى ايه انا كان نفسي ابقى بقى زي الكابتن ياسر لبيب. في الصور اهي قدامنا. دي بطوله المجر، دي اول بطوله دوليه ليا وحققت فيها المركز الاول في المجر. في المجر سنه كام؟ كانت في 2018. ودي برضو؟ ودي كانت لا دي مع الفرقه بتاعتي في بطوله الجمهوريه. دي انا كنت دي برضو بطوله المجر. وده برضو كنت بتتمرني كام ساعه يا كابتن رحاب؟ انا كنت بتمرن 3 ايام في الاسبوع، والتمرين حوالي ساعتين. أيوة. كنت ملتزمه بالتدريب؟ انا بحب، انا حياتي كلها، يعني انا اكتشفت يعني مع الزمن ان انا حياتي كلها رفع اثقال. دول انتوا كنتوا بتاعتي. دي فرقه انت بتمرنيهم؟ ايوه ما شاء الله. دي كلها الفرقه دي فرقتي. كنا في بطوله جمهوريه في المركز الاولمبي.
ده فيهم فرق كبار وناشئين. ايوه في كبار وناشئين وفي اقزام. عندك كام فريق، كام لاعب في الفريق؟ عندي 9 لعيبه ما شاء الله. يعني حاليا اللي بيشاركوا 9، انما لسه في ناس بتتأهل فهم 13. ومراكزهم ايه بقى في البطولة الدوري؟ في الترتيب الحمد لله، يعني عبد الرحمن اختاروه في منتخب مصر الناشئين وحقق الميدالية الذهبية، كان بيحقق أول وتاني في اللي هو يكون معانا في الجزء الثاني. وفي خالد برضه ناشئين كان بيحقق مركز أول، وفاطمة كانت ناشئين. يعني أنا بدأت بمجموعة ناشئين كويسة. في المجموعة التانية لسه بادئين، دي كانت بطولة العالم في كازاخستان. وده كان النقابة. وده ده أنا قدمت عشان أثقل الموهبة، وإن أنا انا ما عرفتش ابعد عن رفع الاثقال، فما بطلت كلاعبه فانا حبيت ان انا ابقى مدربه. كانت كام يوم الدوره دي؟ الدوره دي كانت 45 يوم. ما شاء الله. انتوا قاعدين فين بقى؟ كانت في اسكندريه. قعدتوا 45 يوم. ما شاء الله. لا كنا بنروح ونيجي، اللي هو مده الايام كلها يجمعوها لنا، كانت 45 يوم. تمام. لغايه ما ودي كانت في البطوله في مصر؟ بطوله دي بطوله عالم في مصر. انت بقى رايحه بقى تشجعي بقى عبد الرحمن؟ ما كان لازم. كان لازم يبقى معاه. اهي. بس ايوه دي برضو احمد الرحمن. لا دي الفرحه. طب شعورك ايه بقى لما تلاقي ثمار تعبك في لاعب زي عبد الرحمن وجاب بطوله عالم؟ انا مش قادره اقول لحضرتك الفرحه. يعني انا كلاعبه انا حاسه بيه هو فوق على المنصه، انك انت جربتيها قبل كده. فكان احساسي وانا لما اتوج طبعا كنت بحس بالفخر وفرحه، بس هو لما يكون اللي بيتوج ده الثمار بتاعتي انا، دي فرحه تانية خالص. وان انا اشوفه هو مجتهد وتعب معايا ووصل كده. يعني انا بحس التعب اللي انا تعبته ده كله راح خلاص، انا ما تعبتش. انا لسه هتعب. وشوف الفرحه بقى جدا الفرحه عنده وعند اهله، والصراحه كانت فرحه حلوه قوي. وفعلا تحس ان انت اللي عملته كله، ما ده انت لسه هتبدا. لما تلاقي ثمار النجاح كده، اللي هو بدا يحط رجله على اول خطوه في حياته كده، فكده المشوار هيبقى اصعب. لا وبعدين كمان يعني انت بالنسبه لك انت خلاص خدتي الانجاز اللي انت عملتيه وبقيتي لاعبه ومش هتتوجي تاني، فبتلاقي الفرحه بقى في مين؟ في تتويج لاعبتك. انا على طول بقول للعيبه بتاعتي، يعني انا قررت ان انا ابقى مدربه. مش معناها ان انا مش بحقق حلمي فيكم، لا انا موجوده هنا عشان احقق حلمكم انتوا. انا موجوده وداخله اللعبه عشان احقق لكل واحد واهم حاجه ان انت تحب رفع الاثقال، ان انت تكون حابب اللعبه اللي انت بتلعبها. ايوه في الماتش ده كان ماتش بقى. ايوه. بس فهم الحمد لله ان انا معايا فرقه حلوه جدا. كم لاعب عندك وكم لاعبه؟ غير انت قلت لي 9. احنا 9 في بنت، هم كانوا بنتين. وفي بنت اتجهت لتنس الطاوله. طب نقول قائمه اسماء ال9 بقى عشان هنا يعرفوا بقى ان انت ما بتنساهمش حتى وانت في برنامج. لا انا ما اقدرش انساهم ابدا. عندي كابتن ياسر حسن بيلعب في فئه الرواد. في الرواد؟ ده الكبير. ده الكبير، ده كان لما كنت انا لاعبه كان هو لاعب معايا. تمام. وفي احمد الاباصيري. هم دول اللي في الصور. ايوه كابتن احمد الاباصيري. وفي خالد ومحمود حجازي ومحمد نجيب، وفي كابتن سامي، ومعايا بقى البنوته العسل دي فاطمه. دي مش ناشئه فاطمه؟ دي ناشئه، هي ناشئه لغايه الموسم اللي فات، هي لسه خارجه من الناشئين من الموسم اللي فات، بس هي ناشئه. وفي كانت معايا سما، بس هي سما راحت اتجهت لتنس الطاوله حاليا، مركزه شويه في تنس الطاوله. دلوقتي لو جت لاعبه قالت لك انا عايزه اروح تنس الطاوله، وانت شايفاها المستقبلها في الاثقال زي سما دي كده، يعني ولا انت بتشوف ان ممكن تبقى هي في تنس الطاوله ممكن يبقى مستواها احسن من رفع الاثقال، على حسب ان انت مدربه وعارفه مستوى؟ ايوه يعني انا عندي لاعب عبد الرحمن
عبد الرحمن في بدايته اساسا كان بيلعب تنس طاوله، وقعد اتمرن عبد الرحمن اللي هو جاي اللي خد ذهب، ده يبقى معانا الجزء الثاني. بدايه دخوله نادي الحريه كان بيلعب تنس طاوله. وبعدين فانا شفت في مقومات ان هو يبقى لاعب رفع اثقال. طب فانت ليه ما جربتش يا عبد الرحمن؟ فمش حابب وكان خايف، فتعالى جرب يا عبد الرحمن. فلما جرب عبد الرحمن ما شاء الله، فانا لقيت ان هو يستاهل، يعني هو وحب اللعب. فاعمل ايه يا كابتن؟ لا، اتجه لرفع الاثقال. سما كانت في التنس كويسه وبتدي في التنس، وهي بتحب رفع الاثقال، وهي بدايتها في البدايه كانت بتلعب رفع اثقال. انت حضرتك قلتي دلوقتي مقومات عبد الرحمن. ايوه، عايز اعرف بقى مقومات اللاعب رفع الاثقال. يعني انت كده شفتي واحد كده وهو صغير في السن، ايه مقوماته عشان يبقى بطل او يبقى على الاقل بيعرف يلعب رفع اثقال؟ هي اول حاجه المقومات الجسديه، يعني كبنيان يبقى سليم وقوي، دي اول حاجه. واللي هو عنده استعداد للاستيعاب، دي اهم حاجه عند اللاعب. ان هو يبقى مستوعب اللي بيتقال له علشان يقدر ينفذه. والالتزام طبعا. وفي الاول وفي الاخر اللي هو يحب المجال اللي هو دخله بقى. وبالنسبه للايد، اليدين، الاذرع، بيبقى ليها مواصفات معينه؟ لا، ما هو لازم يكون البنيان قوي. ما فيهوش اي اصابه. الاثقال بيبقى في البنج من فوق، في الجزء اللي فوق، يعني ده اساس الكلام. اللي هو عنده استعداد اللي هو يقدر يكمل معايا. وبيبقى فيه في الاول بيبقى فيه قدرات بقى، بيبقى فيه اللاعب ده باين ان هو ده هيبقى حاجه كويسه في اللعبه دي. في لاعب تاني هياخد مجهود شويه. وهو في الاول وفي الاخر هو بيبقى الالتزام والاستيعاب، دي اهم حاجه. يعني هو بيستوعب ده يقدر يطمنك ويخليك تكمل معاه للاخر. لا، وبعدين النادي بتاع الحريه، يعني طبعا انا من زمان كنا بنلعب نادي الحريه من 84 و85، وكان ساعتها الاستاذ سيد قاسم الله يرحمه كان موجود رئيس النادي، وسافر معانا يوغوسلافيا كانت 87، وكان موجود معانا بقى كابتن عادل عفيفي، وكابتن محمد امين، أيوة. وكابتن بعد كده كابتن غريب ادريس. فبرضه نادي الحريه نادي تحس انه كده نادي عائلي جدا، بيحب الناس. هو دلوقتي عادل عفيفي رئيس النادي بيدعم بقى رفع الاثقال، ولا لعبه ولعبه لا ولا لا بالعكس، ولا هو عشان بتاع طايره الطايره والطايره اللي بتكسب؟ لا هو كابتن عادل عفيفي طبعا، يعني ده الاب الروحي لنا كلنا. هو مش بيدعم رياضه، ما هو بيدعم رياضات رفع الاثقال، بيدعم رياضات بورسعيد، نادي الحريه. هو بيدعم نادي الحريه نفسه. فنادي الحريه بيظهر مش بالطايره بس، او يعني عندنا ابطال في التنس، كابتن ايهاب فطير وحضر اولمبياد لندن، وكانت فاطمه يوسف سليمان، وكابتن يوسف سليمان وفاطمه محرم، وفي كابتن ايهاب، كابتن رأفت طغيان. رأفت كان بيلعب تنس. أيوة. رأفت كان بيلعب تنس وطايره. ايوه، كان بيلعب تنس وطايره، وحاليا هو امين الصندوق. ومها احمد وكابتن مها، وكابتن انعام. انعام كانت عندنا ناس كتيره جدا. والكابتن عادل عفيفي يعني بيراعي كل زي بعض. ممدوح تمام، والكابتن ممدوح تمام ده حاجه فاكهه النادي الصراحه. ممدوح ده حبيبنا كان. أيوة. ممدوح على فكره اعزائي المشاهدين ده كان حارس مرمى في نادي بورفؤاد. ايوه. فحصلت له اصابه وبدا يلعب تنس الطاوله، فيعني واخ صديق من فتره طويله جدا، فيعني من الشخصيات المحترمه يعني جدا. لا، نادي الحريه هو زي ما انا بقول عليه قلعه الرياضه في بورسعيد، هو اساس الرياضه في بورسعيد للبارالمبي. كل الالعاب، معظم الالعاب. ايوه، معظم الالعاب. واحنا زي ما حضرتك بتقول هو نادي عائلي، احنا كلنا عيله. احنا مش مجرد ان احنا بنلعب ونمشي، او ان احنا بس عشان نلعب، لا، احنا بنحب نبقى موجودين وبنبقى بنمثل. يعني عبد الرحمن لو انت هتتكلم معاه ان هو بيمثل مصر، هو كان فخور ان هو من نادي الحريه البورسعيد. يعني ده لوحده فخر كبير لينا ان احنا من نادي الحريه البورسعيد. انا طول عمري بعتز ان انا من نادي الحريه بورسعيد، وعمري ما تخيلت ان انا اسمي ممكن يتنده باسم حاجه تانية غير نادي الحريه بورسعيد. لا، احنا بنفخر بيكي طبعا. وبعدين كمان السواحليه بقى، نادي العزيمه
ايوه فانتوا اللي كان على طول كنتوا دايما يعني في دويتو تصارع مع بعض. ودويتو. وكنا نيجي نلعب احنا زمان اتحاد الشرطه، كنا بنيجي نلعب لكم ونلعب مع نادي الحريه، كانت كلها بقى يعني البطوله يا احنا يا انتوا. ايوه فكان لا، وبعدين الطايره بالذات كان لعبه يعتبر هي هي الشعبيه اساس اللي الاولى احنا مش هننكر، عن السله هي كمان عندكم اساس. في بورسعيد. لا عندنا هي الطايره الطايره هي الاساس، اساس نادي الحريه. محمد امين ورينجو وعادل ودراهم ويوسف ايوه سليمان ورأفت، يعني وكان كنا ايهاب لما نيجي فطير بنسافر برضو ويا كان فطير، بيلعب طايره مع. وكان وائل، وكان يعني ايوه الواحد السعيد. وطارق السعيد. مم. فكل دول كنا احنا بنروح لهم، يقول لك بورسعيد دول احنا رايحين بورسعيد من اقوى الفرق ان بنروح، فكون ان نكسب او كده، فالماتشات بتاعتهم بتبقى قويه يعني. وانتوا عندكم الحماس الزائد، تلاقي النادي كله والمنطقه كلها جايين تشجع الحريه طبعا. الحريه، جايين جايين واحنا جايين قاعدين لوحدنا زي النادي المصري كده، لما الناس بيروح يلعب نادي المصري. فكان دي من المفارقات، كان اليوم اللي نروح فيه بورسعيد الجمهور ده رقم واحد ايوه يعني. لا وبعدين انتوا جمهور يعني ملتزم وناس افاضل. وبعدين هي الرياضه كلها ايه؟ مكسب وخساره يعني. وخسارة. ما هو لازم الماتش يخلص، تمام صح كده. فيخلص يا ابيض يا اسود ايوه يعني. ما هو صح كده. فلازم فمره كده ومره كده يعني احنا سعيدين بيكي يعني انت شرف لنادي بورسعيد. وقولوا لي بقى المحافظ بيدعم النادي، بيقدم لكم اي طلبات، بيقف معاكم، وخصوصا النادي بيجيب بطولات. ايوه لا المحافظ صراحه يعني كذا محافظ او اي محافظ بيجي بيدعم نادي الحريه، هو وبيعتز جدا بالابطال بتوعه، ان هو بيوفر لنا الاتوبيس لما بنطلع اي بطوله، بيكرم اللعيبه وبيستناهم وبيبقى فخور بيهم جدا. والحمد لله يعني ما فيش محافظ، واخر محافظ استاذ محب حبشي، يعني الصراحه ده واقف معانا جامد، واي حاجه بنحتاجها بيكون معانا فيها. طب دلوقتي انت بتقولي المحافظ بيدعم، هل في رجال اعمال بيدعموا؟ يعني مش قوي. مش قوي يعني نادي بورسعيد يعني عندها رجال اعمال كبير أيوة. كتار يعني بس هو الحمد لله يعني النادي قائم بالمصالة، كمان المغطاة بتاعتنا اتفتحت، فبقت حاجة مشرفة جدا في انا حضرت الصاله يعني. ومن أيوة. بدايتها دلوقتي التمرين كله في الصاله. أيوة. وانا عارف ان الصاله كمان فيها اماكن للتدريب وللاقامه. ايوه فدي بتريحكم. دي حاجه حلوه جدا، وعشان كده بقول لك هو بيتنا التاني اساسا، وساعات ممكن يبقى الاول يعني مش هيبقى التاني. بتروحوا بقى تتجمعوا هناك. أيوة. دي بالنسبه للنادي طيب دلوقتي لو في حد شايفك في التلفزيون، اكيد ناس كتير شافوك، وانت كفتاه ولعبت رياضه ولعبت رفع اثقال، الناس يقول لك يا بنت تروح تلعب رفع اثقال، وتقولي لهم ايه او ازاي تحسيهم ان هم يلعبوا رياضه؟ هو انا بقول لاي حد يكون كده ما تتكسفش من عقدك، انزل وشوف انت تستحق ان انت تبقى حاجه كويسه. يعني هو في يعني على طول انا بقول حب نفسك عشان تقدر الدنيا تحبك. فانت لو حبيتي نفسك كويس ونزلتي رفع اثقال او تنس طاوله او طايره، ودلوقتي كمان في مجالات اكتر، وفي الريشه وفي التنس الارضي وفي العاب القوه، يعني في انزلي وجربي وشوفي اللعبه اللي انت حباها ولقيتي نفسك فيها وكملي فيها، عشان فعلا من غير الرياضه هو زي ما بيقولوا كده بالظبط، هي الرياضه اسلوب حياه. فمعنى كده ان انا لازم يبقى الرياضه اساسي في حياتي، من غير رياضه مش هتحسي بنفسك. هي بتدي ثقه في النفس عاليه جدا، بالاعتماد على النفس. انا بقول لحضرتك انا كنت الاول ما بعرفش اروح ولا اجي ولا اعرف اي حاجه، بدات ما دخلت الرياضه عرفت وبقيت اروح واجي لوحدي، وسافرت بره. انا كنتش اتخيل ان انا اطلع بره بورسعيد اساسا. فالرياضه الصراحه بتدي ثقه للنفس عاليه جدا، وبتدي احساس بالذات حلو يعني قوي. ده التاثير الايجابي للرياضي من ذوي الاعاقه. الرياضه بتعمل ايه في رياضه ذوي الاعاقه؟ هي بتاثر تاثير ايجابي شامل، هي ملهاش تاثير سلبي خالص الصراحه. بالعكس انت لو مش من غير رياضه هتحس ان انت مش موجود،
حتى لو ايوه في مجالات علميه وكده، بس الصراحه الرياضه بتدي ثقه بالنفس عاليه جدا، وبتدي احساس بالذات عالي جدا. وبالذات مثلا ايه لما كل واحده شايفه نفسها ان هي ازاي قاعده على كرسي او مش قادره تمشي ومش عارفه تطلع من البيت، مكسوفه مش عارف ايه، مكسوفه، تطلعي رياضه وبتشوفي ناس وبتشوفي اعاقات اصعب منك، هتلاقي نفسك الدنيا لا ده انا حلوه قوي، هو انا كنت قاعده في البيت ليه؟ طب هو انا ليه؟ طب ده بيحقق كذا، هو انا ليه ما بقاش زيه؟ ما احنا بدأنا رياضة كده لما بدأنا نشوف اللعيبة اللي ظهرت، كانت فاطمة عمر وكابتن متولي مطحنة وكابتن نادية وكابتن هند عبد الع... احنا كنا عايزين نبقى زيهم. احنا لو كنا قعدنا في بيتنا ما كناش هنبقى، هم لو كانوا قعدوا احنا ما كناش هنعرف احنا كمان نخرج. فهي الرياضة زي ما بقول هي اسلوب حياة، فلازم تبقى في حياتك الرياضة. طيب آخر سؤال بالنسبة لاختيار اللاعبين عندك، ايه اللعيبة اذا كانوا ولاد او بنات اللي ممكن تحس ان هم ليهم مستقبل قوي وفي رفع الاثقال؟ والصراحة اللعيبة كلها أي حد بيلعب هو ليه مستقبل، بس يصبر على مستقبله شوية، محدش يستعجل. يعني هو دي أهم حاجة، اتمرن صح، أدي صح، استفاد، ركز، امشي في طريقك، اجتهد. وهو كل واحد بيجتهد وبيسعى أكيد ربنا هيكرمه باللي هو بيتمناه. طب اللاعب انت قلت ايه؟ اصبر، فدي الكلمة دي عجبتني. أيوة. في ناس يقول لك انا عايز اشيل 10 كيلو مرة واحدة، 20 كيلو مرة واحدة، ازود، يقول لك لسه هعمل نص كيلو في كيلو في كيلو. تقولي ايه للنوعيات دي؟ ما هو في يعني أنا بقولها اللعيبة الجديدة اللي هي أول مرة كانت تدخل عندي وتلعب، في فرق بين إن أنا أكون لاعب وإن أنا ألعب. دي انك مبدأ. العب ولاعب. في فرق، هي الكلمة شبه بعض بس في فرق كبير. انا بلعب، اي حد في الشارع هيخش يلعب، يلعب كورة، يلعب تنس، يخش الجيم يلعب حديد، ده بيلعب. انما عشان ابقى لاعب دي ليها بقى مقومات كتيرة وليها اساسيات. فانت داخل عايز تبقى لاعب ولا تلعب؟ عايز تبقى لاعب هتصبر معايا وتمشي معايا واحدة واحدة. ما هو اللي بدأ لاعب ده، لو انت عايز تبقى زي الكابتن شريف عثمان، الكابتن شريف عثمان ما جاش من بيته وشال ال 200 كيلو، ده عدى بمراحل كتير عشان يشيل 200 كيلو اللي انت عايز تبقى زيه. فما تقولش انا عايز ابقى زي الكابتن شريف واشيل 200 وانت اصلا ولا بتنام كويس ولا بتاكل كويس ولا بتسمع كلام المدرب بتاعك ولا بتاخد الاستشفاء بتاعك صح، يبقى انت عمرك ما هتبقى زي الكابتن شريف عثمان. اللعبة بتاعتكم مكلفة؟ لحد ما، عشان بيبقى في بعض المكملات الغذائية، بعض المكملات او الاكل الصح. وبالنسبه للانديه، للاعبي الانديه والمحافظات، بيبقى الموضوع صعب شويه في موضوع التمرين، موضوع اللي هو يوفر وقت عشان يروح يتمرن، واللي عنده شغل واللي عنده ويت لا معرفش ايه، فبيبقى الموضوع مرهق عليه جدا. فلازم مثلا اللي هو يبقى ياكل كويس، لازم ياخد فيتامينات كويسة، فده بيبقى مرهق بالنسبة للاعيبة الأندية. بس ده بقى بيديه حافز أكتر إن هو يبقى حاجة علشان ربنا يكرمه ويدخل المنتخب ويبقى لاعب كويس. كابتن رحاب وفا، طبعا احنا سعداء بحضرتك وشرفتينا، وحضرتك نموذج جيد ومشرف للاعبة المصرية ومن نادي بورسعيد ونادي الحرية. فانت شرفتينا واستفدنا منك، واكيد في بعض اللاعبين شافوكي واكيد هيلعبوا رياضة بسبب النجاحات اللي حضرتك وصلت لها وخصوصا في بورسعيد. الحمد لله. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وفاصل ونستقبل ابن بورسعيد لاعب منتخب مصر والحاصل على الذهبية للناشئين في بطولة العالم لرفع الأثقال، الكابتن عبد الرحمن معتز.